القائد آبو: الدولة القومية، المجتمع الأخلاقي والسياسي الديمقراطي. تحرص الدولة القومية على إظهار نفسها كدولة القانون، بل وحتى أنها تقدم نفسها كحالة يتحقق فيها القانون كليا لأول مرة وراء حقيقتها. هذا يمكن انكسار المجتمع الأخلاقي والسياسي. دلك أن القانون تصنيف الاجتماعي تزعي طبقات الدولة عموما، البرجوازية على وجه الخصوص إلى أحكام سيطرتها بدل الأخلاق والسياسة. والواقع الغائر المتخفي وراء تظاهر المدينة الأوروبية المفرد بكونها قانونية هو هداء الإنكار المجتمع الأخلاقي والسياسي. يقال نظريا أن الدولة القومية هي الإطار الأمثل للقانون، من المفهوم أن تشكل الدولة القومية المبنية على خلفية إنكار المجتمع الأخلاقي والسياسي، وبالتالي إنكار المجتمع الديمقراطي، أطار نموذجية للقانون البرجوازي. ولكن لا الدولة القومية ولا القانون يشكلان أطار المجتمع الديمقراطي كما يزعم بالنقيض. دلك هو الصحيح. فيقدر ما تتكاتب الدولة القومية مع القانون بالتداخل، وبقدر ما يتساءلان إلى كافية ما يدين المجتمع يكون قد تم تجاوز وفناء المجتمع الأخلاقي والسياسي بالمثل، فيتحول المجتمع الديمقراطي إلى مجتمع تظاهري إذا لا يترك حيز الأخلاق والسياسة ضمن قواعد الدولة القومية والقانون للدستور، القوانين والعام والنظام إلى الداخلية، والتي تشكلت بعد غربلة دقيقة ومسائس متكرر بهم كونها في نهاية المطاف كلياتية التعبير، المسافة، المصالح الاحتكارية الرأسمالية. وتتحول الديمقراطية إلى لعبة تلعب داخل المتكامل الكلاتي لهداء القواعد ويفني طابع من الإبداع والبناء فيها. تقوم السياسة بوظيفتها كحقل في حل المشاكل الاجتماعية. أم قاعدة السياسة هي الإبداع في خلق الأفضل والأصلح والأجمل بالنسبة للمجتمع، ومعرفة التحول إلى أسمى الفنون في التعبير عن هداء الأبداع. وهداء الفن بالدورة لا يمكن النجاح فيه إلا بوجود الأخلاق المجتمعية الديمقراطية، ولهذا السبب في أي حقل يخنقه القانون البرجوازية لا يبقى فيها مكان لكل ما هو الأخلاقي والسياسي، ولا الإجراءات ذات المنوال الديمقراطي، ولا البناء ومحكمة علم الاجتماع الأوروبي المحور باعتبارها في آخر المطاف تعبيرا ميثولوجيا لقلب هداء الحقيقة رأسا على عقب، وستعرفنا على حقائق الاجتماعية أكثر. أدن والحال هداء، فالدولة القومية والقانون المفروضان على أنهما وسائل حل أساسية للقضية الاجتماعية المتجذرة أكثر فأكثر مع تاريخ المدينة، ثم عالم القمح والاستغلال في أساس القضايا الاجتماعية، بقدر ما ينبضان ويتحدان الأخلاق والسياسة والمجتمع الديمقراطي. سيكون عصيرا حينها إنكار الحقيقة وكونهما قد تحولان إلى تأمين كومة ضخمة من القضايا الاجتماعية. المجتمع الأخلاقي والسياسي تجاه الدولتية القومية، تطور الدولة القومية إنكار المجتمع الأخلاقي والسياسي، فتقيم قواعد القوى المسمى بالقانون الوطني مقام الأخلاق، فالقانون الذي يعبر عن ترتيبات وإجراءات القوة يشهد أقصى درجات التطور ضمن إطار الدولة القومية، بينما تطير الدولة القومية التحكم البيروقراطي الصارم ساعد بدل المجتمع السياسي. إذا يظهر إنكار المجتمع السياسي فنفسها عينية في عدم فاعلية النظام الديمقراطي، ومهما يكن البرلمان والانتخابات موضوع حديث، إلا أن ما يسري هو الدستور غير المدون المبنية حكم الأوليغارشية البيروقراطية، فالسلطة الدولة القومية المتغلغلة حتى الأوعية الشعرية الدقيقة للمجتمع تبسط نفسها تحت القناع القانوني على أنها حكم عام، بينما الانتخابات والبرلمان لا يعبران عن معاني بارزة أكثر من أدائهما دور الإطلاق
الصقل شرعية هداء الحكم ويجعل المجتمع والشعب واللائمة مرفضات مطابقة للدولة القومية. لذا ما من سبيل آخر للحل سوي الدفاع عن المجتمع الأخلاقي والسياسي. هذا الواقع المهيمن الذي سيرته الحداثة الرأسمالية عالميا. الطبيعات الاجتماعية أخلاقية والسياسية من حيث الجوهر، ومن المحال التفكير المجتمع أو فرد بلا أخلاق أو سياسة قد يرغم المجتمع على التعري من الأخلاق والسياسة، وقد تصير المهارة الأخلاقية والسياسية مشلولة، وهنا الدرجة العجز عن أداء دورها. ولكن لا يمكن إفناؤها بذاتها، فاللاثناء أو القضاء عليها غير ممكن إلا بالخرج من كينونة المجتمع. الأخلاق والسياسة هما ذات الحقيقة الاجتماعية القويتان المنيعتان، وكفيهما يفضى الافتقار إلى أخلاق والسياسة إلى لا الحقيقة في الميادين التي تتواجد فيها الممارسة الأخلاقية والسياسة الوطينة، تكون أنماط تعبير الحقيقة عن ذاتها قوية وشفافة. أما عرض الأخلاق والسياسة كبنية فوقية فهو أحد ضلالات الماركسيين المهمة. أدا ما من مكون أو فرد غير أخلاقي أو سياسي في المجتمع، أي أن كل مكون وفرد في المجتمع هو أخلاقي والسياسي في أنماعه، والديمقراطية تتناسب مع المجتمع الأخلاقي والسياسي. الديمقراطية هي الحالة الفاعلة للمجتمع الأخلاقي والسياسي، والحقائق الاجتماعية تظهر ذاتها بالنسبة قسوي في هيئة المجتمع الديمقراطي. أما التعبير عن الحقائق فهي العلم الفلسفة والفن، فيبلغ أفضل أحواله مع المجتمع الديمقراطي. توضح هذه التشخيصات دوافع بلوغ الحقيقة أقصى أشكال تعبيرها في المجتمع الأخلاقي والسياسي. تبرهن عناصر المقاومة التي لا تبرح منيعة في المجتمع الشرق الأوسطي على أن العنصرين الأخلاقي والسياسي التي ضعيفين، كما يدن أن لا يستطيع الأفراد المجموعات الأخلاقية والسياسية أبدأ المقاومة، لأنها محتاجة فقط على الخنوع عن المقاومات ذات الأبعاد الوطنية والمذهبية والعشائرية والقبيلية والعائلية، ومقاومة الرحل والناس المرغمين على العيشة في أطراف المدن، وبقدر ما تعتبر رفضا للدولة القومية، فهي في الوقت نفسها دعوة إلى إنشاء المجتمع الديمقراطي، أي أن هذه التطورات والأحداث الجارية ضمن أبعاد ثقافة الشرق الأوسط تشكل عنا الطاقة الكامنة للعصرانية الديمقراطية، ليست مؤشرا على التخلف والفوضوية ورجعية العصور الوسطي كما تصفها الاستشراقية، وغض النظر عن غني الظواهر الاجتماعية يولد في النتيجة أضعاف، فهو المعنى والحقيقة لدى المجتمع، أي بقدر ما يمط الغني الثقافي فإن يعري ويجرد بالمثل من معانيه ومن تعبير عنه كحقيقة. أما حكم للدولة القومية في إنتاج مواطنين متناجسين ونمطين، فهو على الصعيد المعنى يحتدي كونه عدا عن ظهر قلب ومفتقر الطاقتها الكامنة وجوفاء من حيث الحقيقة، وتظهر إلى المراسيم الرسمية على أنها أشكال عبادة الجديدة. أما القيم الأخلاقي والسياسي التي باتت فعالها وظيفية مع المجتمع الديمقراطي، فتنتج الحقيقة من خضم طاقة كامنة ذات معاني وفيرة. أما المجتمع المقتات على الحقيقة باستمرار في توازن أمثل بين الفرد والجماعة.